لا تعليق. هو مبدئيا انا لسه صاحي من النوم حالا. يا دوبك مفيش 10 دقايق قلت انا هعمل الفيديو عشان الحق افتكر كل التفاصيل اللي حصلت امبارح والحق اقولها في الفيديو عشان ما تسحلش وانسى اي حاجه. فلا انا لسه صاحي من النوم وهعمل الفيديو دلوقتي، لان هو اصلا فيديو يعني الواحد اصلا بيعمله من غير نفسه وهو قرفان وكل حاجه زفت في الفيديو اساسا. تمام. فالسلام عليكم. صباحكم كله كوره مع جبل. يعني ايه، استحملونا الفيديو ده، معلش نستحمل بعضينا عشان احنا هنتكلم كلام بايخ مش حلو في الدنيا بتاعت الكورة امبارح بالذات. يوم امبارح كان يوم تنح سئيل رخم بايخ في تاريخ الكرة المصرية. تمام، يوم من الايام الرخمة التنحة للكرة المصرية من الاخر. يبدأ اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، الزمالك هوب خسر 2-0 من الترجي. يعني انا شايف ان الزمالك كان ممكن يكسب. الزمالك عمل شغل حلو بس عواد للاسف يعني بيسوح الزمالك، اللي هو ايه ده انتوا بتلعبوا حلو، لا طب هوبا دخل جول. انت مشكلتك الكور العرضيه واحنا عارفين بتطلع ليه. ما في اتنين يعني اتنين في الدفاع هيطلعوا يشيلوا الكوره هيأمنوا، ما تطلعش اديك لبست جون في وقت مش حلو، في وقت فرقتك كانت فيه فايقه عشان انت تضغطها اكتر وتربكها اكتر وتخليها فعلا تخسر الماتش بنتيجه 2-0. ماتش كان الزمالك يكسبه. بقى انا شايف ان اللي وتر الزمالك وضغطها هو عواد بالغلطه اللي عملها عشان الجون الاول يخش فيه ويضغط الفرقه ويوترها ويخليها تجري على ان هي عايز تتعادل بعد ما هي كانت بتلعب على المكسب. الزمالك رايح لحته مش حلوه خلاص، او هو راحها بالفعل. الزمالك دلوقتي اخر المجموعه بتاعته بنقطه واحده. الزمالك عشان يصعد للدور اللي جاي محتاج حاجه واحده بس. نسيبنا بقى من فكره تكسب وتتعادل والفرق التانية تتعادل وبتاع، لا اتكلم عن نفسك. الزمالك محتاج ان هو يكسب الثلاث ماتشات اللي جايين. كل ماتش بالنسبه له هو نهائي، مش هينفع يخسره، لازم يكسبه باي شكل من الاشكال. تمام. آه مش عارف، بس برضو يعني لو اتكلمنا عن الزمالك هنتكلم على المدرب. في بعض القرارات مش صح. في بعض الاوقات ادارته للماتش مش كويسه، مش عارف في ايه يعني. فييرا في حاجات غلط كده بقاله شويه بيعملها. بس ما علينا يعني. اللي حصل حصل والزمالك يخسر خلاص يعني. فالمفروض بقى اللعيبه دي تفوق لنفسها شويه عشان ما قدامهمش حل غير انهم يكسبوا الثلاث ماتشات اللي جايين. عواد كده يركز ويبطل التساهل والغلطات الخايبه اللي هو بيعملها اللي بتشايل الفرقه بتاعته. الماتش بعد ما كانت ممكن تكسبه تضغط اللعيبه بتاعتك، المفروض يفوق للكلام ده. هو حارس كبير فالمفروض الكلام ده ما يحصلش منه. واللعيبه كمان المفروض ان هي يبقى عندها حماسه وحميه اكتر من كده. في بعض اللعيبه تحس ان هو مش فارق معاهم. يعني انا عندي اعتراض على عمر جابر. عمر جابر بيعمل ايه امبارح في الماتش؟ ولا اي حاجه. ده لو ما كانش نزل الماتش كان هيبقى احسن للزمالك. تحس ان هو كان بيلعب امبارح مع الترجي. فما علينا. نخش بعد كده على الوكسه الاكبر. مصر للشباب تخسر من السنغال تاني. تاني احنا خلاص بقت عقدتنا السنتين اللي فاتوا السنغال. طلعتنا من كاس العالم، طلعتنا من افريقيا في النهائي ويعني وكرة شاطئية وكرة نسائية. السنغال برضو واخدة الدنيا حلو مودينا في داهية مش حلانا احنا. عشان امبارح كمان السنغال يغلب مصر 4-0 قدام وزير الشباب وقدام اللي ينتقم منه ربنا جمال علام. عشان تبقى فضيحة وكارثة على أرضك وسط جمهورك. والبطولة يعني انت المفروض كنت حاطط أمال إن انت تاخدها، بس مش عارف أمال ازاي يعني. ما علينا. انا كل اللي مستفزني حاجه لما اتحاد الكوره يطلع يقول لك لا اصل احنا مالناش دعوه بالمنتخب ده. هو ايه اللي مالكوش دعوه بالمنتخب ده؟ انتوا جايبينه من على النصر يلعب ماتش؟ انتوا مأجرين الملعب. ايه اللي مالكوش دعوه بالمنتخب ده؟ يقول لك لا اصل احنا مالناش دعوه، اصل المدرب مش عارف ايه، اصل اللعيبه. ايه يا عم، دي لعيبه من الدوري المصري ولاعيبتك اللي انت جايبها عشان تلعب، وده مدرب انت اللي جايبه عشان يدرب الفرقه. ازاي تطلع تقول لا انا ماليش دعوه؟ ازاي؟ انت كده بتودي الدنيا في داهيه، بتهز ثقه اللعيبه اللي هي يا دوبك لسه اصلا اول التحامات ليها دوليه واول ضغط ليهم. انت كاتحاد كوره وكمدرب يعني ما دعمتش المدرب، ما وقفتش في ظهره، انت بتبيعه من اول قلم.
ايه ده انتوا خسرتوا 4-0 من السنغال؟ يا نهار اسود. لا احنا مالناش دعوه بيكم. ايه اللي مالناش دعوه بيكم؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده اصلا؟ يعني ازاي دماغ اتحاد كوره المفروض ان هو يكون يعني فاهم هو بيعمل ايه، وبيساعد ان هو يطور الكره المصريه. لا والله العظيم الاتحاد ده ما ينفع. الاتحاد ده من بدري واحنا بنقول عليه اتحاد فاشل. اتحاد فاشل، وجمال علام افشل وافشل من اي حد مسك رئيس اتحاد الكوره ده قبل كده. جمال علام فاشل فاشل فشل ذريع، واتحاد الكوره فاشل. مفيش غير 2-3 هم اللي شغالين في الاتحاد، والباقي فشل يا جدعان، فشل ما اعرفش قاعدين ليه. ويعني ورئيس اسمه ده وزير الرياضه، انت ساكت عن الحوار ده ازاي؟ انا مش فاهم يعني اتحاد الكوره ده قاعد بيعمل ايه بجد والله الفتره دي كلها. فشل 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 ونصايب وكوارث وتدهور في مستوى الكره المصريه، والدنيا خربانه ومحدش، الناس كلها بتتكلم الا اتحاد الكوره شايف نفسه صح. مش فاهم ازاي بجد والله. يعني الكارثه اللي حصلت امبارح ديت، انت ما دعمتش المدرب، ما وقفتش في ظهره من الاول ان هو يخش التحامات ويلعب باللعيبه اللي معاه دي تحت ضغط وبتاع، عشان يبقى هو اللعيبه دي عندها الفكره بتاعت ازاي العب تحت ضغط. مفيش الكلام ده. الفرقه بتخسر امبارح ماتش كارثه، ماتش والله المفروض ما يتذاع. عيب ان هم يذيعوا حاجات زي دي. يعني لولا بس الواحد مش عايز الفاظ سخونه، ده هما كانوا يعني السنغال واخدين المنتخب بتاعنا في حته كلنا عارفينها ورا كده حاجه، فمش عايزين نتكلم. بجد والله خاربين الدنيا. ايه اللي اتعمل في المنتخب ده امبارح؟ ايه اللعيبه؟ يعني شوف منظر اللعيبه، يعني منظر اللعيبه يقهر اللعيبه بعد الماتش يعني منظرها يقهر من الحاله اللي هي فيها. احنا اللعيبه مش عارفه تعمل حاجه، ما هي اللعيبه ما خدتش دعم كافي. اللعيبه ذات نفسها ما كانش فيه ضغط مباريات ليها، ولا التحامات، ولا بقى حاجات تحت ضغط، ولا الكلام ده كله. واتحاد الكوره يطلع يبيعهم من اول قلم، يقول لك اصل احنا مالناش دعوه بالمنتخب دوت، ومالناش دعوه باللعيبه، ومالناش دعوه بالمدرب، اصل المدرب مش عارف ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ هو انتوا اتحاد كوره؟ والله العظيم انتوا ما تنفعوا تمسكوا اصلا رئاسه نادي اسمنت السويس، مع احترامي لاسمنت السويس. ما ينفعش تمسكوا رئاسه نادي، مش تمسكوا رئاسه اتحاد كوره. انتوا فشله والله العظيم. والمفروض المجلس، يعني المفروض بقى دول يتحلوا، يتكلوا على الله، يمشوا ويجي ناس غيرهم. احنا الدنيا بتتبهدل والكوره راحت في داهيه، ومفيش حد يعني واعي ولا يعني. كفايه كده كلام اتحاد الكوره، عشان احنا على طول يعني كل مصيبه للمنتخب سواء كبير ولا شباب ولا اي نيله بنطلع نتكلم وبنطلع نقول، والناس كلها بتتكلم ومفيش فايده، مفيش حاجه بتحصل جديده. فكفايه كلام كده، عشان ايه الواحد جاب اخره وقرفان من الحوار ده. نيجي بقى الماتش الاهلي. ماتش الاهلي ما فرقش كتير عن القرف اللي حصل ده كله، يعني عشان يكمل سلسله القرف في اليوم. ماتش انت نازل سهل ان انت تكسبه جدا. سان داونز باللي احنا شفناه امبارح، لا انت سهل تكسب الماتش جدا، سهل جدا ان انت تكسب الماتش وتكسبه 2-0 3-1 4-1 براحتك مستريح. يعني انا مش فاهم ايه اللي حصل في لعيبه في الاهلي. هو مش غلط مدرب على فكره، هو مش خطأ مدرب نهائي. مارسيل كولر مدرب محترم، في افكار بيطبقها، في شغل بيعمله، في جمل بتتعمل. المدرب ما غلطش، دي مش غلطة مدرب خالص، نركن المدرب على جنب كده. بس الغلطة الوحيدة اللي ممكن نتكلم عليها فكرة ان علي معلول ما يخشش يشوط ضربة الجزاء، وهاني هو اللي يخش يشوطها والمدرب ما يتكلمش. دي الغلطة الوحيدة اللي عليه في ماتش امبارح. تمام، نركن بقى كده المدرب على جنب، نيجي للعيبة. ايه هو انتوا عايزين مننا ايه؟ كمية استفزاز كروي امبارح من اللعيبة للجمهور، استفزاز من اللعيبة للجمهور ما يتقالش عليه اكتر من كده. معلش 5-6 لعيبة بس نركنهم على جنب كده، والباقي دول لعيبة ما تستاهلش انها تلبس تيشيرت النادي الاهلي. لعيبة فيها كمية استفزاز رهيب، في كمية استفزاز ولا مبالاة، ويعني استنطاع من الاخر. اللعيبه بهدلت الدنيا، ضيعت الجمهور، ضيعت الفرقه، مضيعه مجهود اللعيبه التانيه، مضيعه فكر المدرب، مضيعه مجهود المدرب.
انت تبص للعيبه امبارح، انتوا بتستفزوا الجمهور. يعني يا اللي ما عندكوش دم، يا اللي ما بتحسوش، يا عالم يا برده، ده انتوا على ارضكم ووسط جمهوركم، انزلوا تاكلوا الفرقه ديت. لا، في لا مبالاه، في لا مبالاه، وفي استفزاز للجمهور زي ما بقولها انا كده تاني، واستخفاف بالنادي، ويعني تحس ان هم مش عارفين قيمه النادي الاهلي اللي بيلعبوا فيه، مش عارفين قيمه الجمهور. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ماتش زي بتاع امبارح دوت كان يخلص مستريح 2-0 3-1 للاهلي، يخلص 2-2، والجونين جايين من غلطتين تافهين، هم نفس الغلطات، هم نفس الغلطه. يعني عشان يجي جونين مالهمش اي لازمه ان انت تلبس الجونين دول على ارضك اساسا، مالهمش اي لازمه. واستهتار من الهجوم، واستهتار في نص، سواء اليو ديانج بقى، ولا محمد هاني، ولا بيرسيتاو، ولا الطاهر اللي نزل، ولا عبد القادر، ولا مين تاني، ولا علي معلول امبارح في الماتش برضه. عشان فكره ان هو ما يبقاش عايز يشوط ضربه الجزاء ويسيبها ديت، انا مش فاهمها برضه لحد دلوقتي. ولا محمد هاني. يعني في كميه استفزاز من اللعيبه واستهتار ولا مبالاه، يحملك ان انت تخسر الماتش دوت. انا شايفه خساره مش تعادل. تتعادل على ارضك دي خساره، عشان الاهلي مهمته تتصعب تاني. فانا مش عارف اللعيبه ده عايزه مننا ايه. انا شايف ان في لعيبه كتير المفروض تتفور من الاهلي ما تكملش، ويبتدي بقى في صفقات عدله تتعمل. وتعبنا من المهاجم اللي احنا مش لاقيينه، اللي احنا هنضطر نستنى للصيف عشان نجيب المهاجم دوت. مش عارف، انا مش عارف. اداره الاهلي برضو تحس ان فيها شويه رعونه. يعني المفروض بقى يبقى في اجراءات حازمه جدا وجامده جدا على اللعيبه ديت. اللي حصل حصل، والاهلي يعني كمل اليوم الحزين بتاع امبارح دوت. مش عارف، يعني مش عارف اللعيبه دي عايزه مننا ايه بجد والله. بس يلا هم كملوا اليوم البائس بتاع امبارح دوت، عشان يبقى هو يوم منيل بنيل على الكل في الكره المصريه من الاخر، سواء اهلي ولا زمالك ولا منتخب. كفايه كده، الواحد اصلا طالع الفيديو ملوش نفس ان هو يتكلم ومش عارف يقول ايه. بس كده، ومعلش على العصبيه والانفعال وطريقه الكلام، بس فعلا يعني الواحد جاب اخره من اليوم بتاع امبارح. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم اللايك الجميل، سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس، واستنوا كل جديد مننا. كان معاكم جبل، سلام.